حتى خرج علينا أحد علماء الشيعة وقال أننا لابد أن نسجد لمن؟ لله؟ لا عزيزي المشاهد، كما أخبرتك من قبل الشيعة له آلهة غير الإله الذي نعبده. خرج علينا أحد علماء الشيعة وقال أننا لابد أن نسجد لمهديهم. شاهد معي عزيزي المشاهد. يستحي أمام الناس إذا ذكر صاحب العصر، وهذا من الجفاء مع الإمام الحجة، أن يضع يده على رأسه وينحني إجلالا واحتراما له. البعض إما يخجل أو يتكبر، يستكبر على حجة الله، على خليفة الزمان. الله يقول لملائكته وهم أشرف منا بمليارات المرات: اسجدوا لآدم، ونحن لا نسجد لمهدينا. إن لم نتمكن أن نسجد، وهذا مرفوع عنا، وإلا الحال الحقيقة إذا أردنا أن نعطي حق الاحترام لإمام الزمان أننا نهوي إذا ذكر ساجدين لله، له وليس لله، له وليس لله، له وليس لله. لابد أن نسجد للمهدي كما يقول هذا الرجل عياذا بالله، ويقول أن الملائكة سجدت لآدم. ولا يعلم هذا الجويهل أن الملائكة حينما سجدت لآدم كان سجود تشريف لآدم، وكان امتثالا لأمر الله تبارك وتعالى، ليس سجود العبادة والتعظيم الذي يفعله الشيعة الآن مع إلههم المهدي. فيريدنا أن نسجد للمهدي. إذن لماذا هذا المهدي الذي تريدني أن أسجد إليه لم يذكر في كتاب الله تبارك وتعالى مهديك هذا؟ لم يأتي بآية واضحة يأمرنا الله تبارك وتعالى أن نسجد له كما أنتم تقولون لنا.